سلام الله عليكم عشاق خبير زمان فين ما كانوا. نبدأ الكلام بالصلاة على نبينا العدنان ونحكي حكاية من حكايات زمان على النية والرجولة والصحبة اللي ما لها تمن. وكان حتى كان في قديم الزمان فاش كانت القلوب صافية والكلمة ميزان والرجلة ماشي غير لسان. كان واحد تاجر سميتو سعيد، راجل كيوزن الكلام قبل ما يخرجوا من فمه وكيقيس الأرض قبل ما يحط عليها رجليه. سعيد كان من تجار مدينة الصويرة الكبار، ورث الحرفة على باه وجدو، وكان معروف بالصدق والأمانة، وكلمته وحدة ما ليها جوج. كان كيسافر بقافلة التجارة ما بين المدن، يبيع ويشري، وقلبه ديما معلق بمدينته اللي كبر فيها. واحد العام من الأعوام جمع سعيد سلعته اللي كانت من كل فن طرف، من العود القماري للزعفران الحر، ومن الجلال بالمخزنية للبلغات الفاسية. وقصد مدينة فاس، مدينة العلم والعلماء والتجارة اللي ما كتعرف كساد. طريق كانت طويلة وصعيبة، أيام وليالي وهما غادين على ظهور الجمال والبغال. الشمس كطيب الوجوه والبرد كيقرص العظام، ولكن هم التجارة والربح كان كينسيهم في العيا. وصلت القافلة لسوار مدينة فاس العتيقة، وحس سعيد بواحد الرهبة. هاد المدينة ماشي بحال مدينته، سوارها عالية ودروبها ضيقة ومجبدة بحال شي متاهة، والناس فيها كيبانوا ليه وجوه جداد، لهجتهم مختلفة وطبيعهم مازال معرف ليهم قياس. دخل من باب بوجلود وهو كيتأمل في داك الزحام، الصنيعية في محلاتهم، الفقيه في الجامع، التجار كيساوموا على السلعة. ديك الساعة حس براسو غريب وسط هاد الموجة ديال البشر، بحال شي نقطة في وسط محيط ديال الماء. داز النهار الأول وهو غير كيخوي في سلعته في الفندق اللي كان مخصص للتجار، وملي قرب المغرب يودن حس بالجوع، وهو اللي موالف ياكل وسط عائلته وناسو. اليوم لقى راسو بوحدو، ما عارف فين يمشي ولا منين يبدا. خرج من الفندق ديال التجار وبدا كيتلفت، شاف واحد راجل كبير في السن، تقدم عنده سعيد وسلم عليه وقال ليه: السلام عليكم عمي، الله يطول في عمرك، انا راجل غريب في هاد البلاد، وريني عافاك شي بلاصه فين ناكل لقمه الحلال تكون بنينه ونقيه. شاف فيه داك الشيب وقال ليه: وعليكم السلام ولدي، مرحبا بك فاس، بلاد الخير والكرم. سير مع هاد الدرب حتى تلقى رحبة زرع، تما غادي تلقى واحد الطباخ سميتو علال، ماكلتو ما تلقاش بحالها في المدينة كلها. قول ليه راني صيفطني عندك با حماد مول العطرية. شكر سعيد الشيباني ومشى فين نعت ليه، وفعلا لقى بلاصة ماشي كبيرة بزاف، ولكن ريحة الطياب اللي طالعة منها كترد الروح. دخل ولقى المعلم علال واقف على طناجرو، سلم عليه سعيد وقال ليه: السلام عليكم المعلم، راني جيعان وباغي نتعشى عندك. رحب بيه علال وقال ليه: مرحبا بسيدي، تفضل برك، الخير موجود، اش حب الخاطر. عندنا الطاجين بالبرقوق واللوز، وعندنا التقلية بالحمص والزيتون، وعندنا الحريرة يلا عطابت، اللي طلبتيها هي اللي كاينة. سعيد تبسم وقال ليه: بارك الله فيك المعلم، انا بغيت نتعشى ولكني عندي شرط واحد. تعجب علال، عمر شي واحد تشرط عليه قبل ما ياكل. قال ليه: اش من شرطة سيدي، احنا هنا راه كنطيبوا للناس باش ياكلوا ويحمدوا الله، ما عندنا شروط. قال ليه سعيد: شرطي بسيط المعلم، بغيتك تشوف لي شي راجل من خيرة رجال هاد المدينة، يكون تاجر، حجرته ثقيلة، كلامه مسموع، ويدو نقية. بغيتو يجي يشاركني الملحة والطعام، انا غير راجل غريب وما مولفش ناكل وحدي،
وبغيت نفتتح ليلتي الاولى في هاد المدينه بواحد الرفقه صالحه، يكون ونيسي هاد الليله ويكون خويا في هاد الغربه. بقى علال حل فمو في داك التاجر الغريب، طلب عمرو سمع بحالو. الناس كتجي تاكل وتمشي، وهذا كيقلب على ونيس من خيرة الرجال. شاف فيه مزيان وشاف في لباسو نقي وفي ملامحو اللي عليها علامة الوقار، وقال في خاطرو هذا باين عليه ولد الناس وكابر في الخير، ماشي حمق ولا بوهالي. هو يجاوبو قال ليه أسيدي طلبك على الراس والعين، ولكني هاد الساعة الناس كلها في ديورها ولا في محلاتها، منين غادي نجيب لك هذا الراجل اللي كتطلب؟ رد عليه سعيد وقال ليه دير اللي عليك المعلم والرزق على الله. هك هاد الدراهم وجد لينا عشا ديال 2 الناس يكون شهوة منه، وانا غادي نتسنى هنا. ايوا خرج علال من عنده هو مدهوش ومستغرب، وبدا كيعاود القصة للجيران وصحاب الحوانت اللي حداه. الخبار بدات كدور في الرحبة ديال الزرع، كلشي تعجب من التاجر الغريب اللي جا لمدينتهم وكيقلب على صاحب يتعشى معاه، وماشي اي صاحب، بغاه يكون من عيال المدينة. الناس اللي كانت دايزة وكتسمع كيبقى فيها الفضول، وكيبداو يشوفوا من البعيد ويطلعوا على داك الراجل اللي بارك بوحدو في الطابلة كيتسنى ضيفو المجهول. ايوا يالله معايا نمشيو مجموعين لواحد الحانوت كبير ديال الزرابي، فين كان بارك واحد تاجر شاب كان سميتو سعد. سعد كان معروف في المدينة كلها، ورث التجارة على باه اللي كان من كبار التجار، وزاد هو كبرها بذكاء وخدمته. كان شاب طويل وعريض الكتاف، وجهه منور وضحكته ما كتفارقوش، وكان محبوب عند الناس كلها حيت كان كريم وولد الخير. كان سعد بارك في محاله كيحسب حسابات النهار، حتى دخل عليه صاحبه ورفيقه في التجارة اللي كان سميتو دريس، وهو كيضحك قال لي سعد مالك دريس ياك لاباس اش هاد الضحكه؟ عاود ليه دريس القصه ديال التاجر الغريب اللي عند الطباخ علال، وقال ليه واش عمرك شفتي يا صاحبي شي واحد كيقلب على صاحب العشاء بهاد الطريقه؟ السيد باغي شي تاجر يكون ميسور ومن خيرة القوم بحالك سعد. سعد سمع القصه وبقى كيفكر، وعجباتو الفكره، وعجبو هاد التاجر اللي باين عليه ماشي بنادم عادي. حس بواحد الفضول كبير باش يعرفه، وحس في قلبه بواحد النداء، هذا راجل غريب وطالب ونيس، والدين ديالنا كيوصي على الغريب واكرام الضيف. وقال في خاطره الضيف ضيف الله، وهذا ماشي غير ضيف، هذا كيقلب على خوه. ناض سعد من بلاصتو وسد حانوتو وقال لدريس صاحبه انا غادي نمشي عند هاد السيد، وهاد الليله غادي نكون انا هو ضيفه ولا هو ضيفي، المهم غادي نشاركوا الملحة والطعام. ايوا مشى سعد لجهة رحبة الزرع، وملي قرب شاف الناس كيتغامزوا ويشيروا لجهة المحل ديال علال. دخل سعد ولقى سعيد بارك حط قدامه خبزة وقسمها على 2 وكاس ديال الماء وكيتسنى، كان باين على وجهه الصبر واليقين. تقدم سعد وقال ليه بصوت فيه الاحترام السلام عليكم ورحمة الله. هز سعيد راسه وشاف داك الشاب اللي واقف عليه ورد السلام، وقال ليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برك سعد حداه وقال ليه اسمح لي إلا دخلت عليك بالعراضة، سمعت باللي كتقلب على ونيس في هاد الليلة، يكون تاجر بحالك ويكون من ولاد البلاد. بغيت غير نقول لك أنا سعد تاجر في هاد السوق، وجيت باش نتشرف بمعرفتك ونتقاسم معاك الملحة والطعام. ملي سمع سعيد هاد الكلام وجهه عمرته واحد الفرحة كبيرة، بحال إلا لقى شي حاجة كانت ضايعة عليه. مد يدو لسعد وعنقه وقال ليه مرحبا بك أخويا سعد، كنت عارف باللي القلوب عند بعضها وباللي بلاد الخير ما تخلى من رجال الخير. انت ماشي غير ونيسي هاد الليلة، انت من اليوم خويا في هاد المدينة، مرحبا بك الدار دارك. جاب لهم علال الطباخ العشاء اللي كان موجد 2 طواجن ديال اللحم بالبرقوق كيشهيو وبراد ديال اتاي منعنع. بداو كياكلو كيهضروا، وحكى سعيد لسعد على تجارته ومدينته صويرة،
وحكى سعد لسعيد على فاس وعلى تجارته وعائلته. وفي ديك الجلسة حسوا بحال إلا كيعرفوا بعضياتهم من سنين. الكلام كان حلو والقلوب تحلات لبعضها. سعيد لقى في سعد ديك الرجولة اللي كان كيقلب عليها، وسعد لقى في سعيد ديك الحكمة والرزانة اللي كتعجبه. ملي كملوا العشاء وشربوا اتاي، قال سعد لسعيد: اخويا سعيد، دابا الليل طاح وحاشا واش تبات في الفندق ولا في الزنقة، وانت عندك خوك في هاد المدينة، انت ضيفي وغادي تمشي معايا لداري تبات معزز مكرم. حاول سعيد يرفض وقال ليه باللي ما بغاش يبرزطو، ولكن سعد حلف عليه باليمين وقال ليه: الصحبة بالنية، والنية ما فيها لا تبرزيط لا والو، اللي فرط في صاحبه كيف اللي فرط في كنز. يلا بينا. ما لقى سعيد ما يقول قدام هاد الكرم. ناضوا بجوج ومشاو لدار سعد اللي كانت في واحد الدرب هادي ونقي. كانت دار كبيرة، رياض مغربي أصيل، فيه السقاية في الوسط وشجيرات ديال الليمون. ملي دخلوا خرجت واحد المرأة كبيرة في السن، باينة على وجهها الطيبة والحنان. كانت هي أمه لالا فاطمة. سلم عليها سعيد وحنا راسو باحترام وقالت ليه: مرحبا بك ولدي، الدار دارك. تبعتها واحد البنت شابة كانت حشمانة ومغطية وجهها بطرف ديال الحيك. كانت هي بنت عم سعد اليتيمة، سميتها زهرة. باها وامها ماتوا وهي صغيرة، ورباتها لالا فاطمة مع ولدها، وكانت عندها في الدار حيت باغا تزوجها لولدها سعد. مهم كل شي رحب بسعيد وعطاه سعد بيت من أحسن البيوت في الدار، فيه فراش نقي وريحته طيبة. وديك الليلة نعس سعيد وهو مرتاح، حس بالأمان والدفى اللي كان فقدهم في طريقه الطويلة. ومن ذاك النهار ولا سعيد واحد من هال الدار. صباح كيفيقوا بجوج هو وصاحبه سعد، كيفطروا بالفطور اللي كتوجد لهم لالا فاطمة، وكيمشيو للسوق. ولاو خدامين بجوج، سعيد بالخبرة ديالو والتجربة ديالو، وسعد بمعرفته بالسوق وبالناس. التجارة ديالهم زادت كبرات، والرزق جا من كل جهة. ولاو بحال الخوت ما كيتفارقوش، اللي عند سعد هو اللي عند سعيد، واللي خاص سعد كيلقاه عند سعيد. كانت صحبتهم نقية بحال الذهب الصافي، مبنية على الثقة والاحترام. لالا فاطمة ولات كتبغي سعيد بحال ولدها، كانت كتهلا فيه وتوصي عليه وتدعي معاه. وزهرة بنت عمو كانت ديما كتحشم منه، ولكن في قلبها كان واحد الاحترام كبير لذاك الراجل الوقور اللي دخل حياتهم وجاب معاه الخير. دازت ليام والشهور وسعيد مازال فاس، نسى غربته ولقى عائلة جديدة. دازت عام والعلاقة بين سعد وسعيد غامة كتزيد تقوى. وواحد النهار كانوا باركين بجوج في العشية كيشربوا اتاي في الرياض، وسعد كيشوف صاحبه اللي ولا طرف منه. فكر سعد وقال في خاطره: سعيد خويا ودار ليا كل خير، ولاني ناقصه حاجه وحده، هي يستقر ويدير دارو وليداتو. تلفت سعد عند سعيد وقال ليه: اخويا سعيد، عام دابا وحنا صحاب، شفت فيك غير الخير والرجوله وبغيت نكمل معاك خيري. شاف فيه سعيد وقال ليه: اش من خير يا سعد، انت راك غرقتيني بخيرك، دخلتيني لدارك، شاركتي معايا تجارتك، اش مازال باغي دير؟ قال ليه سعد وهو كيضحك: باقي ما يدار، انت راجل وصلتي لسن الزواج وخاصك شي بنت الناس اللي تصونك وتعمر عليك دارك، وانا لقيت لك بنت الحلال. سعيد حشم وقال ليه: اخويا سعد، انا هنا غريب، شكون اللي غادي يقبل يزوجني ببنته؟ جاوبو سعد وقال ليه: كاين اللي كيقبل بالراجل ماشي باصلو وفصلو، بنت الحلال اللي كنهضر لك عليها راها قريبه مني بزاف وكنعرفها مزيان، مربيه على يدي وعلى يد ميمتي. كنهضر على بنت عمي زهره. ملي سمع سعيد سميت زهره بقى مصدوم، ما توقعهاش ابدا. زهره اللي كانت لاله فاطمه مربياها باش تزوجها لولدها سعد، حيت هي بنت زينه وحادقه وبنت عمو. وقال ليه: ولكن سعد، زهره بنت عمك وهي ليك، كيفاش بغيتي تعطيها ليا انا؟ ضحك سعد وقال ليه: زهره فعلا بنت عمي
وميمتي كانت باغياها ليا، ولكن انت خويا وماشي اي اخ، وانت اللي تستاهلها، وانت اللي غادي تصونها وتعزها. انا غادي نعطيك اغلى ما عندي، حيت انت عندي غالي. اللي عطى العزيز ما دار عيب، وانا فرحتي هي نشوفك فرحان ومستقر. بقى سعيد كيشوف صاحبه وعينيه دمعوا. عنقو قال ليه: ما عرفت باش نكافئك سعد، خيرك سابق وعمري ننساه. ايوا مشى سعد عند مو لاله فاطمه وقال لها على قراره. في الاول تعجبات، حيت كانت دايره في بالها تزوجه هو بزهره، ولكن ملي شافت ولدها مصر وعارفاه كيبغي صاحبه من قلبه، قالت ليه: الا كان هذا هو رايك ولدي، الله يكمل عليهم بالخير. سعيد راه حتى هو ولدي، وزهره مكتوبه ليه. وفعلا داروا الخطبه لزهره وسعيد، ومن ورا الخطبه داروا لهم عرس كبير، عرضوا فيه على تجار المدينه والعيان ديالها. كانت الفرحه معمره المكان، وسعد كان هو اسعد واحد في العرس، كيشوف صاحبه وخوه عريس وخدا اغلى ما عنده. دازت عامين على زواج سعيد وزهره، وعاشوا في دار سعد بحال السمن على العسل. رزقهم الله بوليد، زاد نور على الدار. ولكن كل بدايه لها نهايه، وكل غريب خاصو يرجع لبلادو. جا الوقت اللي خاص سعيد يرجع فيه لمدينته الصويره، لعائلته وتجارته الاصليه. كان الفرق صعيب، ولاله فاطمه بكات على وليدها اللي غادي يمشي، وسعد حس بحال الا غادي تقطع منه شي طريف. توادعوا والدموع في العينين، وقال سعيد لسعد وهو معنقو: اخويا سعد، عمري ننسى خيرك. انا كنسكن في مدينه الصويره، راني تما تاجر معروف. اي واحد تسولو على سعيد ولد فلان غادي يوريك داري. الا شي نهار جابك الزمان لمدينتي، بابي محلول ليك قبل باب داري. مشى سعيد هو ومراته وولده، وخلاو وراهم واحد الفراغ كبير في دار سعد وفي قلبه. بقى سعد خدام فاس، تجارته غاديه وكتكبر، ولكن ديما كان بالو مع صاحبه. دازت شهور، وواحد النهار جات واحد الفرصه ديال التجاره كبيره. كانت واحد القافله غاديه لجهه الصحراء باش تجيب التمر والجلود وحوايج اخرى، وقرر سعد يمشي معاها حيت الربح كان فيها كبير. جمع سلعته اللي غادي يبيع، وجمع فلوسه كلها اللي كانت هي راس ماله، وودع ميمته اللي قلبها كان مقبوض ودعت معاه بالسلامه، ومشى مع القافله. الطريق كانت واعره والرحله طويله، دازوا على جبال ووديان حتى وصلوا لواحد البلاصه خاليه ومقطوعه. وفي نص الطريق، في واحد الليله ما فيها ضو قمره، وهما ناعسين، ما حسوا حتى هجموا عليهم القطاطعيه. كانوا مسلحين وكتار، ما خلاو الناس ديال القافله فين يهربوا. بدات المضاربه والغوات، السيوف كتشق الهوا والناس كطيح ميته. كانت مجزره حقيقيه، نهبوا كل شيء، سرقوا الفلوس والسلعه، وقتلوا اللي قدروا عليه باش ما يخليو الشاهد من وراهم. سعد كان كيدافع على راسو بحال السبع، ولكن كانت الحميه. في وسط ديك الروينه ضربوا شي واحد للراس وطاح مغيب، طاح في واحد الحفره كانت تما، وتغطى عليه الغبره والظلام. القطاطعيه ما شافوهش، حسبوه مات مع اللي ماتوا. ملي سالوا فعلتهم وجمعوا الغنيمه هربوا. طلع الصباح ووعى سعد على راسو اللي كان كيدور به، وبقى كيشوف في الجسم ديالو ولقاه كله مجروح. ناض هو كيتألم، وشاف قدامه لقى غير الجثث ديال صحابو التجار والحراس والدم في كل بلاصه. فهم بلي ربي كتب ليه عمر جديد، هو الوحيد اللي نجا من ديك المصيبه. بقى غادي على رجليه ما عارف راسو فين غادي، حوايجو تقطعوا، وجهه تغبر، والجوع والعطش كينهشوا فيه. ايام وهو غادي، في النهار كتمشيه الشمس، وفي الليل كياكلوا البرد. حالته ولات حاله ما بقى فيه ما يتشاف، بحال شي سعاي ولا بوهالي. فقد الامال وبدا كيتسنى في الموت. واحد الصباح
وهو يلا حل عينيه. بان ليه من البعيد واحد الصورة بحال الخيال. ملي ركز عينيه مزيان هما يبانوا ليه صور ديال شي مدينة والبحر حداها. تجمعت فيه اخر قطرة ديال القوة وبدا كيتمشى ويزحف لجهة دوك الصوار. كل ما قرب كل ما كيتأكد بلي هذيك مدينة. وصل ليها وهو مهدود غير كيجرف رجليه. دخل من الباب والناس كتشوف فيه وكتبعد عليه، ما عرفوه شكون. سول اول واحد تلقى معاه: عافاك اخويا، اسميت هاد المدينة؟ شاف فيه داك الراجل وقال ليه: راك في مدينة الصويرة الشريف. سعد ملي سمع مدينة الصويرة حس بحال الا شي واحد كب عليه سطل ديال الماء بارد. فرح فرحة ما عندها مثيل. هذه هي مدينة صاحبو سعيد. الحمد لله لقى الأمان وخا خسر كل شي في الطريق، ولاني عنده خوه هنا اللي غادي يوقف معاه. بدا كيسول الناس على التاجر سعيد اللي كل شي كان كيعرفه، ونعتوا ليه المحل ديالو في السوق الكبير. مشى سعد والفرحة سابقاه، كيتخيل اللحظة اللي غادي يعنق فيها صاحبه ويعاود ليه اشترى ليه. ملي وصل للمحل لقاه مسدود وقال في خاطره يمكن مشى يتغدى. بقى كيتسناه ولاني والو، المحل ما تحلش. سول واحد الجار ديالو وقال ليه: تاجر سعيد راه في دارو اليوم، ما خرجش للسوق. فرح سعد ونعتوا ليه الناس الدار. كانت دار كبيرة وزوينة باين عليها دار العز. وقف قدام الباب ودق. قلبه كان كيضرب بالجهد. حليه واحد الخادم لابس مزيان وشاف سعد من الفوق لتحت بنظرة ديال استحقار وقال ليه: شنو بغيتي؟ قال ليه سعد بصوت عيان: واش كاين التاجر سعيد؟ جاوبوا الخادم وقال ليه: ايه كاين، شكون قول ليه؟ فرح سعد وقال ليه: قول لسيدك راه صاحبك وخوك التاجر سعد من فاس، راه على الباب. دخل الخادم وسد الباب وبقى سعد كيتسنى. كل دقيقة كانت كدوز عليه بحال العام. كان كيتصور سعيد غادي يخرج يجري ويعنقو ويدخلو ويكرمو. شوية تحل الباب تاني وخرج نفس الخادم. كان جايب في يدو كموسة ديال الفلوس ورزمة فيها شي حوايج. مد داكشي لسعد وقال ليه: سيدي كيسلم عليك وكيقول ليك هاك هادشي باش تقضي غراضك. بقى سعد مصدوم ما فهم والو. شاف داكشي اللي في يد الخادم وشاف في الباب وقال مع راسو: واش هذا هو سعيد صاحبي، خويا اللي عطيته بنت عمي، خويا اللي تشاركت معاه الملحة والطعام؟ هذا هو جزائي، يستقبلني بالصدقة على الباب. طلع ليه الدم لراسو. حس بواحد الإهانة ما عمر حس بها في حياته كلها. حس بحال شي واحد ضربه بموس في قلبه. دفع يد الخادم طاحت ديك الكموسة والرزمة في الأرض وغوت بالجهد بالغديد حتى تجمعوا عليه الناس. كيغوت وكيقول: هذا هو خيري، هذه هي الصحبة، هذه هي الخاوة، حسبي الله ونعم الوكيل. ضرب الأرض برجله ومشى وخلى الناس كتشوف فيه. كان مقهور مهرس ومجروح. مشى وهو ما عارفش فين والدموع كتجري على خده. حس بالدنيا كلها كحالت في عينيه. مشى حتى لقى واحد القهوة شعبية وبرك حداها. حط راسو بين يديه وبدا كيتحسر على صاحبه اللي نكر الخير وعلى حاله اللي وصل ليه. وهو بارك في ديك الحالة وقف عليه واحد الراجل كبير في السن شيباني بين عليه الوقار والهيبة. وقف وسط القهوة وقال بصوت عالي: يا أهل الخير، شكون فيكم اللي كيفهم في التجارة والبيع والشراء؟ راني كنقلب على شي حد يعاونني في محالي، ولكني بشرط بغيت شي حد تكون عنده الخبرة والتجربة، يكون ولد الحرفة ماشي يالله بادي. الناس اللي في القهوة بقاو كيشوفوا في بعضياتهم حتى واحد ما هضر. سعد هز راسو ومسح دموعه. شاف داك الشيباني وشاف فيها فرصة، وخا حالته حالة ولكن حرفته في يديه. ناض ووقف وقال ليه: أنا عمي، أنا نقدر نعاونك.
أنا تاجر، والتجارة هي حرفتي من جد لجد. شاف فيه الشيباني وشاف حوايجو المقطعة وحالته اللي كتحزن، وتبسم وقال ليه: مرحبا بك ولدي، باين عليك ولد الناس والزمان دار فيك، يالله معايا. وداه المحل ديالو، كان محل كبير ديال العطرية. وقال ليه الشيباني: شوف ولدي، عندي لك شهر ديال التجربة. في هاد الشهر غادي تبقى تنعس هنا في المحل، تحضي السلعة وتخدم معايا. إلا لقيتك بالصح ريفي وولد المعقول، غادي نقسم معاك راس المال وانت تولي شريكي. وإلا ما صدقتيش غادي نعطيك حق خدمتك والله يعاونك. وافق سعد على الشرط. كان هذا حبل اللي غادي يعتقو. بدا حياته الجديدة من الصفر. داك الشهر خدم خدمة ما عمرو خدم بحالها. بين للشيباني على الحرفة ديالو اللي ورثها على باه وجدو. كان كيعرف السلعة المزيانة من العيانة غير من ريحتها، وكان كيعرف كيفاش يهضر مع الكليان ويجلبهم لعنده. المحل اللي كان غادي وكيطيح رجعت فيه الروح، والتجارة كبرات والربح تزاد. الشيباني عجبو الحال بزاف. شاف سعد داك الشي اللي كان كيقلب عليه، وملي كمل الشهر عيط ليه وقال ليه: تبارك الله عليك ولدي، انت بصح ولد الحرفة، ومن اليوم انت شريكي بالنص، وهاك هذا جزاء خدمتك والتعب ديالك. وعطاه سوارت ديال واحد الرياض صغير وزوين في المدينة، وقال ليه: هذا ديالك باش تستقر فيه، ما تبقاش ناعس في المحل. فرح سعد بزاف وشكر الشيباني اللي تاق فيه. ومن ذاك النهار تبدل حاله، رجع لحوايجو نضاف، ورجعت ليه قيمته بين الناس. بقى خدام بجد، والتجارة ديالو مع الشيباني غادية وكتزيد القدام. رجع بنا سميتو من جديد، ولا إني عمرو نسى نكران الخير ديال صاحبو سعيد. ديك الجرحة بقات في قلبه، وكل ما تفكرها كيحس بالمرورة ديالها. دازت ليام وسعد كان ساكن في داك الرياض بوحدو. واحد النهار وهو بارك في العشية دق عليه شي حد في الباب. حل ولقى واحد المرأة كبيرة في السن، عجوزة، وجهها فيه النور. سلم عليها وسولها شنو بغات، وقالت ليه بصوت حنين: ها ولدي، أنا مرأة كبيرة وما في حاليش، وسمعت باللي انت ساكن بوحدك في هذا الرياض. كنقلب على شي خديمة حلال، قلت نجي عندك إلا قبلتي عليا، نبدا نخدم عندك في الدار، نطيب لك مويكلتك ونصب لك حويجاتك ونقي لك دارك، واللي عطيتيني مرحبا. شاف فيها سعد وفكرته في ميمته لاله فاطمة. قلبه حن عليها وقال لها: مرحبا بك لاله، دخلي الدار دارك واعتبريني بحال ولدك. فرحات ديك المرأة وبدات خدمتها. كانت مرأة حادقة ونقية ويديها بنينة في الطياب، ولات كتهلا في سعد بحال ولدها بصح. كتطيب ليه الشهيوات وكتسولو على حاله وكتدعي معاه، وحتى هو ولات عزيزة عليه بزاف، ولقى فيها الحنان ديال الأم اللي توحشو. كانت كتجي في الصباح وفي العشية كتمشي لدارها. بقى سعد غادي على هاد الحال، حياته مستقرة، تجارته مزيانة، ولكن ديما حاس بواحد الفراغ. واحد النهار جات عنده ديك المرأة العجوزة وقالت ليه: أولدي سعد، تبارك الله عليك، انت شاب زوين وما خاصك حتى خير، عندك المال والسمعة الطيبة، ولا إني راه خاصك تكمل دينك وتزوج بشي بنت الناس اللي تصونك وتعمر عليك هذا الدار. تبسم سعد وقال لها: ما كراهتش خالتي، ولكن أنا هنا غريب، شكون اللي غادي يزوجني بنته في هاد المدينة اللي ما كنعرف فيها حد؟ ضحكات العجوزة وقالت ليه: علاش يا ولدي؟ الخير موجود، خاصك غير انت تقبل عليه. انا راه عندي واحد البنيته تبارك الله عليها، شابة وزينة وحادقة، إلا قبلتي عليها نخطبها ليك وتكون حلالك. فكر سعد وقال في خاطره: هاد المرة مرة ديال الخير، وأكيد بنتها غادي تكون بحالها. تاق فيها ووافق وقال لها: إلا كان هادشي فيه الخير أنا موافقة خالتي. فرحات المرة بزاف وقالت ليه وجد راسو الخطبة. وسولها سعد وقال ليها: شنو بغيتي نجيب لكم في الهدية؟ جاوباتو وقالت ليه:
انت هو الهدية ديالنا ولدي، غير جي وجيب معك الرجال. وفعلا دار سعد العرس ديالو، عرض على الشيباني صاحبه في التجارة وعلى بعض التجار اللي تعرف عليهم. كان فرحان بزاف وحس باللي حياته غادي تبدا من جديد. نهار العرس لبس سعد احسن ما عنده، والزغاريت والغيطة معمرين الدار. الضياف كيجيو يباركوا ليه وهو كيستقبلهم بابتسامة عريضة. ووسط داك الزحام ديال الناس المح واحد الوجه كيعرفو مزيان، كان صاحبه القديم سعيد. ملي شافو سعد كحل بالعمى، ديك الفرحة كلها اللي كانت عنده تبخرات، ورجعت ديك المرورة وديك الجرحة القديمة. الدم طلع ليه لراسو. سعيد كان جاي لجهته باش يبارك ليه والابتسامة على وجهه. قبل ما يوصل عنده سعيد غوت سعد قدام الناس كلها وقال ليه: اش جاي دير هنا؟ اش بغيتي عندي يا الغدار؟ ياك ما كفاتك الشمتة الاولى جاي تكمل عليا نهار عرسي؟ خرج من هنا. الناس كلها سكتات، بقاو كيشوفوا مرة في سعد اللي كيغوت بحال مسعور، ومرة في سعيد اللي واقف وساكت. تقدم سعيد عنده وحط يدو على كتفه وقال ليه بصوت هادي: برد يا صاحبي، برد، انت راك عريس وما مزيانش ليك تعصب نهار فرحتك. سعد دفع ليه يدو وقال ليه: بعد مني، ما تقيصنيش، على اين فرحة كتهدر؟ فرحتي خسرتيها ملي شفت وجهك. داكشي اللي درتي فيا ماشي رجولة وماشي صحبة. انا اللي دخلتك لداري وعطيتك بنت عمي، تجازيني بديك الطريقة، تسد عليا الباب وترسل لي الصدقة مع الخادم. بقى سعيد كيشوف فيه وخلاه حتى خوا داكشي اللي في قلبه. عاد هدر وقال ليه: اسعد، انا ما درت لك والو، راه انت اللي ما فهمتيش، انت اللي تسرعتي. قال لي سعد: اشنو اللي ما فهمتش؟ كلشي كان واضح. قال لي سعيد: لا، ما كان واضح والو عندك. اسمعني دابا مزيان. نهار جيتي لداري انا شفتك من الشرجم قبل ما يحليك الخادم، شفتك بديك الحالة، حوايجك مقطعين ووجهك كله مغبر وباين عليك المذلة والإهانة. أصاحبي قلبي تقطع عليك، ولكن ما بغيتكش تدخل الدار بديك الحالة، ما بغيتكش تحرج قدامي وقدام بنت عمك اللي هي مراتي، ما بغيتكش تبان قدامي وقدام هاد الليل ومهرس. أنا عرفتك نفسك عزيزة وبغيتك ديما تبقى تبان الفوق والفوق وراسك عالي. داكشي علاش رسلت لك الفلوس باش تمشي للحمام وتنقي حالتك ولباس جديد يليق بمقامك، وكنت غادي نستقبلك من بعد بحال الملوك، ولكن انت ما فهمتيش وتقلقتي ومشيتي. بقى سعد كيشوف فيه وما هضر ما والو. كمل سعيد كلامه وقال ليه: وملي مشيتي وبركتي قدام القهوة مقهور، قلبي ما هنانيش عليك. داك الشيباني اللي جا كيقلب على خدام، هذاك راه با، انا اللي رسلته لك، رسلته باش يعطيك فرصة تبين فيها على حرفتك وترجع توقف على رجليك بكرامتك، ماشي بالصدقة ديالي. الصدمة كانت قوية على سعد، رجليه فشلو. كمل سعيد هدرته وقال ليه: وهذا الرياض اللي انت ساكن فيه ودرتي فيه عرسك اليوم، هذا راه ديالي، انا اللي قلت لبا يعطيه لك. كيف ما انت دخلتيني لقلب دارك، حتى انا بغيت نعطيك دار تستقر فيها. وديك المرأة العجوزة اللي جات تخدم عندك وتهلات فيك بحال ولدها، هذيك راها امي، انا اللي رسلتها ليك. كيف ما امك تهلات فيا ملي كنت غريب، حتى انا بغيت امي تهلا فيك في غربتك. هنا سعد ما بقاش قادر يوقف، برك على ركابيه وهو كيبكي بحال الدري الصغير. قرب منه سعيد وتحنى عنده وكمل اخر جملة وقال ليه: وهاد العروسة الزينة اللي مزوج بها اليوم واللي فرحان بها، راه ماشي غير بنت ديك العجوزة، هديك راها اختي، اغلى ما عندي، هديتها ليك بحال من اللي هديتيني انت بنت عمك. انا عمرني ننسى خيرك يا صاحبي، وبغيت نرجع لك خيرك بحسن منه. ناض سعد وهو كيترعد وعنك صاحبه سعيد، وبدا كيبكي ويطلب منه السماحة. والناس اللي حاضرين اللي فهموا القصة دمعوا عينيهم، تأثروا بهاد الصحبة اللي ما عندها مثيل. وتما وسط الفرحة والدموع كمل العرس، ولكن هاد المرة كانت الفرحة فرحتين، فرحة العرس
وفرحت رجوع جوج خوت لبعضياتهم. والحكمة من هاد الحكاية باللي الصاحب الحقيقي ماشي هو اللي يعطيك الفلوس فاش تطيح، ولكن هو اللي يعطيك الفرصة باش توقف على رجليك بلا ما يحني لك الراس. الرجولة هي تحفظ كرامة صاحبك قبل ما تحفظ ليه جيبه. والصحبة ديال الذهب ما كيصديها زمان وما كيفرقها غير الموت. ومشات خبيرتي من الواد وبقيت انا مع ولاد الجواد.